السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين ان شاء الله مع بعض في سلسلة تحسين الخط العربي لجميع الأعمار اللي بدأناها باتصالات الحروف، وقلنا ان اتصالات الحروف مهمة جدا لأن اتصال الحروف لما يبقى صح ده اللي بيدي شكل للخط احترافي ويخليك تعرف تكتب أي كلمة مهما كانت صعوبتها بسهولة، لأن انت خلاص عرفت ازاي توصل الحروف ببعضها، فأي حروف هتجيلك في أي كلمة انت عارف ازاي هتوصلهم ببعض. اخر حاجه خدناها في الفيديو اللي فات كان حرف الف، ونكمل النهارده بدايه من حرف القاف. وحرف القاف يعتبر نفس شكل حرف الف بالظبط في جميع اتصالاته ما عدا شكله في اخر الكلمه. نيجي بعد كده لحرف الكاف، وحرف الكاف لما خدناه مفرد كان بيتكتب كده. طيب لو في اول الكلمه بيبقى كده، لو مثلا بعديها حرف الف هيبقى كده. طب لو بعديها حرف ل هيبقى كده. طبعا ب او ت او س. طيب حرف الجيم او الحاء او الخاء، الكاف كده ممكن تبقى لفوق كده وتيجي كده. نعمل حرف الجيم كده عادي اهو. طبعا ح او خ او جيم. الكاف مع الدال كده، نحاول اصغر الخط شويه عشان تاخد المساحه. الكاف مع الر كده. طبعا في اشكال تانية برضو للر زي كده، خدناها برضو في الحروف اللي فاتت. الر برضو بيبقى شكلها كده، طبعا ر او زين. حرف الكاف مثلا مع السين او الشين اهو كده. مع الصاد كده. كاف مع الطاء كده. كاف مع العين. كاف مع الف كده. طبعا انا بكتب بشكل سريع عشان احنا شرحنا الكلام ده كله مع الحروف اللي فاتت. كاف مع القاف كده. كاف مع الكاف كده. كاف مع اللام. كاف مع الميم. كاف مع النون. كاف مع اله، طبعا هي في اخر الكلام. كاف مع الواو. كاف مع اللام الف. كاف مع اليه. ده كده لما يكون حرف الكاف جاي في اول الكلام، وده لما يكون مفرد، ولما يكون في اخر الكلام بيبقى كده. وخدناها طبعا في الحروف اللي فاتت كلها، لما كان كل حرف بنشرحه بيجي عند حرف الكاف وبنشرحه بنقول حرف الكاف في الاخر كان بيبقى كده. الحرف اللي بعد كده حرف اللام، وهنشوفه بيتكتب ازاي. حرف اللام خدناه قبل كده لما بيجي مفرد يبقى كده. لما بيجي بعديه الف اللي هو يعني حرف اللام الف بيبقى كده.
لو بعديه ب يبقى كده. لو بعديه ج ممكن يبقى كده. او ممكن يبقى كده. لما يجي بعديه د كده. لو بعديه ر كده. لو بعديه س كده. بعديه ص كده. بعديه ط كده. لو بعديه ع بيبقى كده. لو بعديه ف يبقى كده. ق يبقى كده. ك يبقى كده. لام طبعا كده كده. ميم كده. نون كده. ه كده. واو كده. ي كده. الحرف اللي بعد كده ميم، وهنشوفه بيتكتب ازاي. حرف الميم مفرد زي ما خدناه قبل كده، بيبقى كده لوحده كده او كده. لو حرف الميم معاه الف كده. حرف الميم مع الب كده. حرف الميم مع الح كده. ممكن طبعا يبقى كده. وممكن يبقى كده. ميم مع الدال كده. ميم مع الر كده او كده. ميم مع السين كده. ميم مع الصاد كده. طبعا تحسوا ان احنا بنكرر اللي قلناه وشرحناه في كل الحروف اللي فاتت، نفس الشكل بالظبط بس مع اختلاف حاجات بسيطه. ميم مع الطه. ميم مع العين او الغين. ميم مع الف. ميم مع القاف. ميم مع الكاف. ميم مع اللام. ميم مع اله. ميم مع الواو.
ميم مع اليه. ده كده حرف الميم. حرف النون زيه بالظبط زي حرف الب والت والس، نفس الشكل بالظبط، بس طبعا مع اختلاف ان هو في اخر الكلمه بيبقى كده. حرف اليه برضو زي حرف النون وزي حرف الب والت والس، برضو في اول الكلام بيبقى كده. هو لو حطينا نقطتين كده بقى ايه، وفي وسط الكلام برضو يبقى كده. هو بس باختلاف في اخر الكلام ان هو بيبقى كده. طبعا كل الكلام ده هنشرحه بعد كده لما نيجي نشرح التمارين. فاضل دلوقتي حرف اله، وهتلاقيه برضو مقارب نفس الشكل كده بالظبط مع بقيه الحروف، بس برضو ناخده عشان يبقى داخل حاجه خالص. حرف اله مفرد كده. حرف اله في اول الكلام بيبقى كده مع الالف كده اهو، مع الب كده، مع الجيم او الحاء او الخاء ممكن يبقى كده، ممكن يبقى العادي لو على السطر يبقى كده، مع الدال كده، مع الر كده، مع السين كده، مع الصاد كده، مع الطاء كده، مع العين كده، مع الف كده، مع القاف كده، مع الكاف كده، مع اللام كده، مع الميم ممكن كده وممكن كده وممكن كده، مع النون كده، مع اله كده. ومع بقى لو 3 اهي ورا بعض، يعني حرف اله كده في اول الكلام، في وسط الكلام كده، في اخر الكلام كده، مع الواو كده، مع اللام الف كده، كلمة هلا، مع اليه كده. كده احنا خلصنا اتصالات الحروف. ان شاء الله اللي جاي هيبقى مهم جدا، لان هو هيبقى تطبيق على كل اللي احنا خدناه ده، واوعدكم ان شاء الله في التمارين هيبقى في شرح باستفاضه اكتر من كده. ولو اي حد عنده اي سؤال يبعت لي في الكومنتات اي حاجه عايزني اشرحها له، وانا اعمل له عليها فيديو مخصوص واشرح له اللي هو عايزه، لان انا يهمني جدا اللي بيتابعني خطوه يتحسن في اقرب وقت. اشوفكم على خير، مع السلامه.